في ناس بتعيش طول حياتها تعبانة، بس ده مش عشان حالتها صعبة ولا حاجة، لا، ده عشان هم فاهمين الدنيا غلط. فأنا جاي النهاردة هقول لك 6 قوانين لو فهمتهم صح بوعدك إن حياتك هتبقى أهدى بكتير حتى لو كل الدنيا حواليك مقلوبة. القانون الأول: داري على شمعتك تقيل، بطل تحكي للناس كل حاجة عنك. الإنسان اللي بيفهم هو اللي بيكون عارف إن مش كل الناس بتتمنى لك الخير، وبرضه لازم تعرف إن مش كل الناس لازم تعرف تفاصيل حياتك ولا خطتك ولا حتى وجعك كمان يا عم. والحكمة بقى اللي عاوزك تعرفها واللي لازم توصل لها إنك تبقى ولا عاوز تعرف حاجة عن حد ولا عاوز حد يعرف عنك حاجة. الاستغناء عن لسانك في مواقف كتير قوي ده قمة الحكمة وقمة الذكاء. خلي حياتك ماشية بس مش مكشوفة. القانون التاني: بطل تعيش دور الضحية. عاوزك تعرف ان انت مش ضحية، انت نتيجة قراراتك، انت المسؤول مش الظروف ولا الناس. بطل ترمي لوم فشلك او زعلك سواء كان على الحظ او على حتى الناس اللي سابتك. النضج الحقيقي هو انك تقف قدام المراية وتقول انا المسؤول على كل اللي حصل وانا اللي هصلح. واخر حاجة عاوزك تعرفها ان مفيش حد هيجي ينقذك، انت المنقذ الوحيد لنفسك. ثالث قانون: الباب يفوت جمل. ما تتحايلش على حد عشان يكمل في حياتك او يفضل معاك. اللي عاوز يمشي سيبه يمشي طريق اخضر. الباب يفوت جمل يا باشا، حتى لو انت قلبك وروحك فيه. لا، قلبك تحت رجلك، دوس عليه، كده كده قلبك جوه ومش متشاف، انما كرامتك لازم تكون فوق اي حد. قمة الحكمة انك تبطل تعافر في علاقة ميتة، انك تبطل تمسك في ايد حد هو مرخيها اصلا. كرامتك اهم من اي عشرة ما بقتش متقدرة. واخر حاجة عايزك تكون فاكرها ان العلاقة اللي بتتشد من طرف واحد عمرها ما بتكمل. رابع قانون: ما تعشمش نفسك زيادة. عاوزك ترفع استحقاقك وتنزل توقعاتك. لما تبطل تستنى تقدير من الناس او رد جميل، اقسم بالله انت هترتاح راحة السنين. فانت في الحالة دي اعمل اللي يرضي ضميرك، اعمل الصح اللي هو اللي انت اتربيت عليه، وبعد ما تعمل كل ده تستنى ايه بقى من البشر؟ ولا حاجة. اوعى تستنى حاجة من البشر واوعى تتعشم في حد عشان الصدمات ما تكسركش وتخليك ترجع تعيط تاني. فما تتعشمش في حد وخليك فاكر اللي بيستنى من الناس كتير بيتصدم اكتر. القانون الخامس: اللي حصل حصل. عاوزك تتصالح مع الماضي عشان تعرف تعيش الحاضر. النضج هو انك تتقبل ان في حاجات مش هتعرف تغيرها، وفي حاجات مش هتعرف ترجعها، وفي ناس مش هترجع تاني. فبدل ما تضيع طاقتك في سؤال انا ليه حصل لي كده، ركز في انا هعمل ايه في اللي جاي. الرضا باللي فات هو اول خطوة في طريق الراحة. ارضى عشان لو رضيت اترضيت، ولو مرضتش كده كده امر ربنا هيمشي. اخر حاجة عاوزك تعرفها ان الرضا ده مش ضعف، ان الرضا ده راحة. القانون السادس والاخير: كبر دماغك. مش كل خناقة تستاهل ردك، مش كل عركة تستاهل ان انت تخشها. لو هديك نصيحة، اختار معاركك بذكاء، عشان في ناس الجدال معاهم هو بيقلل منك انت شخصيا، والسكوت قدامهم عمره ما بيكون ضعف خالص، بالعكس ده بيبقى رقي. انت قول لنفسك انا مش اي حد اخش معاه في صراع، انا مش اي حد اخش معاه في جدال. في ناس حرفيا انت لما بتخش معاه في صراع حرفيا انت بتنزل لمستواه، فانت بتقلل من نفسك مش اكتر. ولما بتقلل من نفسك وبتنزل لمستواه انت حرفيا بتخلي الروس بتتساوي، اصبح كده هو المستفاد مش انت. اخر حاجه عايز اقولها لك ان سلامك النفسي
اغلى بكتير قوي من انك تثبت لواحد تافه ان هو غلطان، وفي الاخر الدنيا عمرها ما هتتغير عشانك. بس انت ممكن تتغير عشان خاطر نفسك. ولو فهمت القوانين دي وطبقتها اوعدك انك بس مش هتكون اقوى، لا انت كمان هتكون اهدى، وده الاهم. لو الفيديو ده عجبك واستفدت ما تنساش اللايك والشير وتخلي غيرك يستفاد.